والله العظيم لو ماسك ما اجيب عمر مرموش ده، والله ما اجيبه، واخد بالك؟ انما تريزيجيه يجي هو ولا امام عاشور في الحته دي؟ قول لي. تريزيجيه ولا امام عاشور ناحيه الليفت؟ لا تريزيجيه. طيب انا بقى امام عاشور عنده فرصه، بس خلي بالك امام بيحل مشاكل كتير، يعني ممكن امام ترميه في الباك رايت زي ما حصل. ما انا لسه بقول لك اهو. هو لو ضليع يلعب باك رايت، يلعب ديفندر هنا او هنا او هنا. اي حته. والله امام عاشور ده لو لعب باك رايت وركز في الباك رايت، انا ما اعرفش، وجهه نظري المتواضعه، عنده كل الامكانيات. يعني شوف اكرم توفيق عامل ايه مع النادي الاهلي، امام عاشور هو كورته كمان اعلى من اكرم، يعني ايا كان. امام اعلى من اكرم. خفت ليه؟ خفت في ايه؟ كورته اعلى من اكرم. امام كورته اعلى من اكرم؟ دي وجهه نظرك، انا ما اقدرش اتكلم، لكن على اساس ان هو هداف كمان عن اكرم توفيق. يعني ايوه بقول لك رجله على الجول، لا وبعدين بيقف على الكوره، يقف على الكوره عنده قوه، عنده التحام، عنده استخلاص للكوره. لكن انا امام عنده كروس حلو، عنده كروس حلو. امام عاشور ده لو لعب باك رايت، لا، عنده قوه، عنده التحام، عنده شقه في المريوطيه، وعنده عربيه 28 زرقاء، لازم يلعب باك رايت. ايه دخل اكرم توفيق في الموضوع؟ ما تتكلم على امام عاشور، دخل اكرم توفيق ايه؟ مهيب بعمل ايه؟ مهيب في ايه؟ انت هتقعد تفتي؟ ما تبعد عن نادي الزمالك، اصل امام عاشور في اي كلام اي حاجه. فجمهور الزمالك العظيم في جزء من العيال الصغيره عماله تفتي، زي مثلا مشي ورا مين؟ ده فيريرا هرب يا جماعه، فيريرا راح يدفن ابن زوجته هو اللي مربيه ورجع. سامسون هرب، سامسون جواز سفر كان فيه مشكله ورجع. هيجيبوا محمود علاء، هنجيب محمود علاء ليه؟ ما هو محمود علاء عاملين عقد عار لمده سنه مع اتحاد اسكندريه ونادي محترم. اي قله ادب، وللاسف انا بصراحه مش عارف هو في ايه، انا ما شفتش في حياتي. استاذ فاضل من اللي بيعملوا برامج يعني بيسموه ايه؟ قنوات الخاصه، الزمالكاوي هو محترم، يقول لك مصطفى شلبي قال انا ندمان اني جيت الزمالك. ده انت راجل محترم، والله محترم. جيت الزمالك، يا ريت كنت استنيت لي يناير كنت رحت الاهلي. يا جماعه مصطفى شلبي قاعد في مكتبي الاهلي كلمه 100 مره قال انا زمالك. ده كان فاضي بقى، كان في خطيب كلمه 100 مره، هو ال 100 مره قال له انا زمالك انا زمالك. يا عيني على الضحك وجمال الضحك.